الحلقة دي عن الفقد. ما فيش داعي الإنسان يكون فاقد شيء أيا كان هذا الشيء ونبدأ نقعد ننصحه. هو إيه اللي بيحصل جوه المخ لما البني آدم بيفقد حاجة؟ يعني نقدر نقول الحزن ده شعور سلبي صحي. لو سبناه شوية كتير وعدى عليه وقت طويل وفضلنا في نفس المشاعر ومحاولناش نخرج منها بيتطور إلى شعور سلبي غير صحي بنسميه الاكتئاب. بعد 4 5 6 أشهر يبدأ يكتئب تاني. اتكلم عن يعني الموت تحديداً. بس إنه فقد بقى أي حاجة تانية فإنه هو بقى غلطان فيقعد يلوم نفسه، فاللوم ده يعمل له قلق وتوتر، فممكن بعد شوية يبقى عنده اضطراب القلق. هتطلع المشاعر هتطلع، لكن ممكن تطلع متأخرة بعد كده وتبقى موجعة جدا جدا. ففي ناس بتكبت المشاعر. العودة إلى الحياة العادية برضو هل هي مقياس؟ لكن في الغالب أغلب الناس اللي بينتقلوا من مكان إلى مكان لما يروحوا الأماكن الجديدة اللي هم كانوا متخوفين منها بيندموا على الوقت اللي قضوه في الأماكن اللي قبل كده، بيقولوا يا ريتنا من زمان مشينا. فيعني الكلام عن إنه يعني لو جبت كمانجة وانتقدت حضرتك برضه هتتضايق، وإن مفيش شيء دائم أبداً. الحقيقة إن في كل حلقات بودكاست كالما توكس كنت بقول لكم هاتوا مشروبكم المفضل وتعالوا معانا. الحلقة دي تحديداً برضه هقول لكم هاتوا مشروبكم المفضل وتعالوا معانا، بس الحلقة دي بالذات هتكون مختلفة جداً. إحنا يمكن مش هنتكلم عن مرض، مش هنتكلم عن عرض، مش هنسأل الدكاترة اللي معانا اللي انتوا تعودتوا إن هم يكونوا معانا الحقيقة وبيتكلموا باستفاضة وبيتكلموا بشرح مبسط جداً وده طبعاً يعني الحقيقة في كل الحلقات. إنما الحلقة دي تحديداً هي حلقة بتهم كل الناس. كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي هتلاقي نفسها في الحلقة دي. قبل أي حاجة خلينا نرحب طبعاً بضيوفي الكرام دكتور أحمد عبد السلام طبعاً استشاري الطب النفسي، ودكتورة شيرين شوقي استشاري الإرشاد النفسي. الحلقة دي عن الفقد. الحقيقة إن في ناس كتير جداً بتحصر مصطلح الفقد أو الفقدان في الموت، لأنه يمكن يعني هو الأكثر ألماً أو يعني في الغالب ما فيش حد فينا ما فقدش أو ما ماتلوش حد عزيز عليه. إنما الفقدان أو الحلقة دي تحديداً هنتكلم عن كل أنواع الفقدان، والحقيقة كمان إنه الفقدان أوقات اللي مش في الموت، يعني فقدان عادي أوقات بيوجع أكتر من الموت. الحقيقة مش هتكلم كتير وهروح لأساتذتنا المتخصصين زي ما عودتكم، وهسألك يا دكتور إزاي بتتعامل مع الشخص اللي جاي لك وهو عنده أزمة فقدان؟ وخليني عشان أكون دقيقة، الشخص ده جاي لك بأزمة فقدان مش موت، عنده أزمة في فقد أحد الأشخاص في حياته. هو طبعا يعني مبدئيا لازم نكون عارفين ان الفقد او التغيير دي سنة من سنن الحياة، يعني ده شيء دائم ومستمر، وزي ما نقول سنة من سنن الحياة ان دائما يحصل تغيير ودائما يحصل فقد. فلازم الواحد يكون فاهم كده كويس ان مفيش شيء بيستمر على حاله ابدا، كل شيء دائما متغير، الحياة كلها دائما متغيرات. لما بيجي حد في أزمة فقد، سواء كان أيا كان نوع الفقد، فقد وظيفة، فقد مال، فقد حد عزيز عليه، من أهم الأشياء إن إحنا نسمعه كويس، نستمع إليه كويس، نخليه يعبر عن نفسه، يطلع اللي جواه. مفيش داعي إن إحنا نقاطعه. الاستماع مهم جدا 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 لما يكون واحد فاقد شيء. الشيء الثاني إن إحنا نبعد عن النصايح. ما فيش داعي الإنسان يكون فاقد شيء أيا كان هذا الشيء ونبدأ نقعد ننصحه، لأن هو زي ما بيقولوا مش ناقص، يعني فإن واحد يقعد يوجه له نصايح. بعد كده نشوف إيه اللي نفهمه إن إذا كان ده فقد شخص عزيز عليه أو فقد وظيفة أو فقد مال، إزاي يتصرف حيال الموقف اللي هو فيه. لكن الاستماع، الإنصات الجيد، تفريغ اللي جوه الشخص، ده في غاية الأهمية. هل ممكن يوصل الأمر إلى إنه حضرتك تكتب علاج عقار دواء؟ ممكن طبعا، لأن
يعني غالبا في حالات الفقد الشديد بيكون في نوع من القلق والمخاوف وأحيانا الاكتئاب. فإذا وصل الأمر لحاجة زي كده، فالأفضل إن الواحد فترة محدودة ياخد علاج علشان نتغلب على الأعراض اللي موجودة. بس دي بتكون فترة قصيرة جدا في الغالب، يعني أسبوع أسبوعين مثلا، مش أكتر من كده. هل ممكن تقول له أنت علاجك عند استشاري إرشاد علاج نفسي؟ هو بالتأكيد طبعا لأنه هو فعلا العلاج صح كده؟ الفعلي. لأنه هو يعني الإنسان اللي فاقد شيء ده أو اللي فقد شيء ما هوش مريض، هو إنسان عادي مش محتاج طبيب يعني. هو بالظبط. أنا بجاوب عليك إنك خلي بتقولي بالك لو أنا بدأت جالي. بيك علشان آه يعني هنقعد كتير بقى أنا ودكتورة شيرين لكن نتكلم كتير، هو بس أنا لو جالي سألتك. هتعامل معاه كده، لكن هو مم. المفترض إنه هو مش مريض، فهو مش هيجي لي كطبيب، ما هوش بيمر بحالة مرضية. الفقد ده شيء طبيعي يمر بيه كل الناس، فالمفروض طبعا إن يكون علاجه أساسا مع السايكولوجيست اللي هم السايكولوجيست. يتعامل. السايكولوجيست. آه. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. خليني أقول لك إنه يعني هل لو عملنا حصر لعدد الناس أو الأشخاص اللي بيجولك، كام مثلا لو جالك 10 كام واحد جاي بأزمة فقدان؟ يعني ما فيش حاجة بالظبط نعرف نقولها لأنه يعني الأكتر، يعني أقصد أقول لك إيه، إنه بما إنه السايكولوجيست هو المين بتاع الموضوع، فأكيد العدد الأكبر بيجيلك بسبب الأزمة دي. بيجي بسبب كده ساعات، بس مم. يعني ممكن ساعات يبقى مثلا في اوقات يبقى ده العدد الاكبر، اوقات تانية بيبقى حاجة تانية. مم. بس الفكرة انه زي ما يعني حسب كمان الاوضاع اللي احنا بنبقى عايشين فيها. يعني مثلا ايام كورونا كان موضوع الفقد ده كتير، فكان مثلا بيجي ناس كتير فقدت حد عزيز عليها، فقدان اللي هو انتقلوا الى يعني رحمة الله. في حاجات تانية أوقات تانية مثلا مع أزمات اقتصادية بيبقى في ساعات فقد للشغل أو فقد للشريك. فساعات يعني بيبقى الحاجة المحيطة بتزود الموضوع ده شوية. مهم. طيب هو إيه اللي بيحصل جوه المخ لما البني آدم بيفقد حاجة؟ الإنسان لما بيفقد شيء، سواء كان إنسان أو وظيفة أو شيء، بيبقى ستريسد، توتر، وبيبقى في نوع من التوتر وفي نوع من القلق، يعني في نوع من الخوف، وبينعكس عليه طبعا إنه مزاجه يضطرب والنوع من الاكتئاب. كل ده طبعا بيترك آثار داخل المخ، كل ده بيترك آثار. طيب هو الحزن مراحل؟ الحزن يعني خلينا نقول الحزن شعور بيتطور لو فضل كتير إلى اكتئاب. يعني نقدر نقول الحزن ده شعور سلبي صحي. لو سبناه شوية كتير وعدى عليه وقت طويل وفضلنا في نفس المشاعر ومحاولناش نخرج منها، بيتطور إلى شعور سلبي غير صحي بنسميه الاكتئاب. يبقى مريض بقى، صح كده؟ يعني المراحل دي لو ما تمش التعامل معاها بشكل سليم بيبقى مريض، ونقول له بقى روح لدكتور أحمد. ساعات يتحول لاكتئاب، بنرجع نقول نفس الحاجة، انه لو اكتئاب خفيف او متوسط لا ممكن ما يروحش لدكتور احمد. لكن لو وصل الاكتئاب ان هو غير قادر على انه يمارس حياته، او الاكتئاب مخليه حياته متوقفة، لا لازم طبعا بيبتدي يلجأ لدكتور احمد عشان ياخد دواء يساعده، لانه بيبقى هو مش عارف يساعد. يعني احنا لوحدنا علاج المعرفي السلوكي لوحده ما بيبقاش كفاية. طيب خليني يعني أضيق الدايرة شوية وأتكلم عن الموت، الفقدان. في حالة الموت بيكون يعني الشعور بيبقى يعني أنا شخصيا بس أنا مش عارفة، يعني أنا مش عارفة أوصف لك الشعور، أو بمعنى أصح دايما لما لا قدر الله بيكون حد بيتوفى قريب مننا، ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، زي او دايما حتى ال الناس بيقول لك انا مش مصدق، صح؟ بالظبط. دي بيبقى اسمها ايه بقى في العلم؟ بنسميها الإنكار. يعني إحنا أي تغيير أيا كان، وخاصة الفقدان بتاع الموت، بيبقى عندنا زي منحنى كده بتاع إليزابيث روس، إنه
بيبقى فيه صدمة في الأول، هو أنا مش مصدق، في الأول صدمة بعدين إنكار، اللي هو الشخص يبقى مش مصدق مع إن هو عارف إن ده حصل، بس يبتدي يقول أنا مش مصدق، وبعدين بعد شوية يبتدي يبقى غضبان، اللي هو يقول اشمعنى أنا اللي حصل لي كده، طب أنا عملت إيه؟ يبتدي يسأل نفسه أسئلة بقى ويسأل الناس طب أنا عملت إيه عشان يحصل كده، طب أنا ما لحقتش، طب أنا، وبعدين يبتدي يبقى فيه مساومة، اللي هو المساومة دي بتبقى أسئلة يعني مع ربنا، يعني هو عارف إن ده مش هيحصل بس بيبتدي يقول لربنا طب أنا مثلًا هاصلّي وأنا هاعمل مش عارف يعني حاجات كده، اللي هو عارف إنها مهما قال مش هتحصل، بس إنه رجّحه لي، يعني مثلًا حد ابنها لا سمح الله أو بنتها أو أب فقد ابنه أو واحدة مثلًا لسه متجوزة وفقدت جوزها، فتبتدي تكلم جوزها كإنه موجود، إنه أنت مش قُلت لي مش هتسيبني، بيبتدي يبقى كإنها مساومة، بس مساومة ما لهاش نتيجة. وبعد شوية بيبتدي لمّا نقعد نساوم ونغضب وما نلاقيش حل، الشخص يبتدي يبقى عنده إحباط شديد، اللي هو ساكت بقى يعني مش عارف يعمل إيه، والإحباط بعد شوية يولِّد ساعات قلق وتوتر، وبعدين بينزل المنحنى نروح في الحتة بتاعة الاكتئاب. والمفترض إن إحنا كل المراحل دي بنقعد فيها في حالة الفقد بالموت من أسبوعين لشهر، ده يعني الوقت الطبيعي اللي هو ما بيروحش ناحية إن إحنا الاكتئاب يروح إنه لازم ياخد علاج. وبعد كده الناس بقى بتبتدي أصحاب الشخص يخرّجوه، يبتدي يبقى عنده يشوف الحاجة من منظور آخر و. فيبتدي المنحنى يطلع بقى تاني كده، يلاقي إنه الحياة لأ مشيت وفي حاجات تانية ممكن تبقى لطيفة يعرف يشوفها وخلاص، وبيفضل عنده مشاعر حزن ولكن حياته ماشية عادي. في ناس بيفضلوا في الحتة بتاعة الاكتئاب، يعني بينزلوا ويقعوا تحت بقى في الحتة بتاعة الاكتئاب، هم دول اللي بيضطروا بقى خلاص يروحوا لطبيب متخصص في الأمراض النفسية، إنه يدّي له دكتور أحمد يدّي له دوا، يساعده إنه يخرج، لإنه مش عارف يخرج. أنا عايز يعني ألفت نظرًا لحاجة في الموضوع ده، مسألة التعبير، يعني لمّا يحصل فقد الناس بتعبّر عن مشاعرها. في بعض الناس يعتقدوا إن لأ، ما تبكيش مش عارف إيه لأ، ده غلط، يعني المفروض يُترك الشخص يعبّر عن مشاعره بأي صورة يعني يعبّر بيها عن مشاعره بالكلام، بالبكا، بكذا. المفروض إنه يترك الواحد يعبّر عن مشاعره، لإن عدم التعبير عن المشاعر ده هيعبّر بس فيما بعد، يعني ممكن يفضل الحزن ده مكبوت جواه، بعد 4، 5، 6 أشهر يبدأ يكتئب تاني. ومن الأخطاء برضه الشائعة اللي أنا باشوفها كطبيب، إن مثلًا ييجي لي حد يقول لي ده لو سمحت تعالَ ده في مثلًا واحد أو واحدة حصل عندهم حالة وفاة وهي ما تعرفش ولسه راجعة من الجامعة، فعايزين بس ننتظرها عشان بمجرد ما تيجي ندّيها حاجة تنيّمها، لا هتنفعل وتبكي ندّيها مثلًا لو في إبرة يا دكتور ندّيها لها علشان تنام أو كده. ده طبعًا خطأ شديد جدًا، جدًا. ليه؟ لإن لو حصل حاجة زي كده وادّيناها إبرة ونامت، مش هتمُر بكل المشاعر دي. الناس هتبكي والناس هتيجي تحضن بعض وتواسي بعض وكده، وهي في الوقت ده كله هتكون هي نايمة. هتصحى هيكون الموضوع خلص، اللي جه عزّى عزّى واللي جه يتكلم واللي جه حضن حد واللي جه طبطب عليه طبطب عليه، وهي ما حدش ما حسّتش بحد، ما حسّتش بتعاطف مع حد، فتصحى وهي في حالة حزن شديد جدًا، جدًا. فده غلط. المفروض إن يتساب الواحد يعبّر عن مشاعره، مش هيجرى حاجة. بكى، بكى. الرسول عليه الصلاة والسلام لمّا مات ابنه بكى، بكى عليه خلّيني أسألكم سؤال تاني، في أحيانًا وقت الموت أو بعد الأزمة دي، لمّا الموضوع بيطوّل مع الشخص وممكن حد ينصحه إن هو يروح ل مُعالج أو إرشاد نفسي أو استشاري إرشاد نفسي، فيقول له: "يعني يا عم هو هيرجّع لي اللي راح." تمام؟ ففي ناس أصلًا يعني ما بتوصلش، هي مش هتيجي لِك. صح. دي بقى الناس اللي حواليهم يعملوا إيه؟ يبتدوا يعني يوعّوهم، يوروهم الجوانب الإيجابية، كل حاجة يعني وِحشة بتحصل فيها حاجة منوّرة،
يعني كل حاجه كل حاجه. ممكن هم يبقوا اللي حواليهم يبقوا دكاترة؟ طب لا مش لازم يبقوا دكاتره، مش دكاترة، يعني أقصد أقولك يعني يعني يحاولوا يعالجوهم، يبتدوا يساعدوهم. ياخدوا دور مم. المساعده يعني. لانه الفقد في الموت ممكن يبقى الشخص ده مثلا كان عيان جدا وقعد وقت طويل عيان، فاحنا نشوف الحته انه انا مش عايزه اشوف حد بحبه عيان يعني اكتر من كده، لان هو بيتعذب بس انا مش حاسه بيه مثلا. فممكن اشوف من المنظور ده، ممكن اشوف انه مثلا الشخص عاش مع حد وقت طويل وحد تاني ما عاش مع حد غير حاجه صغيره، فاشوف الحته انه لا ده حد عاش مع الشخص فاستمتع بيه وانبسط بيه. ممكن اقول انه ساعات يبقى فقد ابن او بنت، او ساعات يعني بيبقى يعني في القران القصه بتاعت الخضر اللي هو سيدنا الخضر. سيدنا الخضر انه ممكن قاتل يبقى الغلام. الولد ده عدو، يعني صح. عدو لك صح. ويبقى عاق لوالديه. فهو يبتدي الناس اللي حواليه فكره انه في الفقد بالذات بتاع الموت، الناس اللي في العيله او في الصحاب عندها حكمه بيبقوا ساعات احسن مننا، لانه هم عندهم خبره وحكمه، ويعرف يقول له بالراحه ويسمعه ويطبطب عليه ويسيبه يعيط وبعدين يقول له ده انا حصل لي كذا. فكره انه لما عارفه المثل بتاع اللي يشوف بلاوي الناس تقول عليه بلوته، فتقول ده انا مش عارفه مين حصل له كذا وبعدين بقى كويس فدي في الحته بتاعه الموت. في حته مثلا فقد الوظيفه، ساعات ممكن الشخص يسيب الوظيفه ويروح حاجه تبقى احسن مليون مره، فيبقى تغيير للأفضل. بس هو الحتة لحد ما يلاقي حاجة أحلى ممكن يقعد مثلا شهر 2 سنة ما بيشتغلش. بس فاحنا نقعد نقول له طب انت نبتدي نوعيه كمان، نقول له هل انت فقدت الوظيفة عشان ظروف اقتصادية مثلا، ولا عشان انت الناس مثلا كان بيقولوا ان انت بتتأخر في الشغل، ولا ان انت مثلا بتستعجل وبتعمل حاجات مش دقيقة. فنوعي الشخص بخطأه، لانه هو بيستخدم استراتيجية معينة في شغله مثلا، فيبتدي يروح في الشغل التاني يغيرها عشان يلاقي نتيجة مختلفة. او ان انا ما كانش عندي تواصل جيد مع الناس مثلا، فان انا في السنه دي ولا في الشهر ولا في الشهرين اتعلم حاجه ان انا ابقى قوي يعني تواصلي مع الناس، او في فقد الشريك مثلا انه قد اكون انا ما فهمتش الشخص، فانا دي مش نهايه العالم، ممكن يعني ارتبط بحد تاني وافهمه بطريقه تانية، او طريقه تعاملي معاه ما كانتش مش بنقول احسن ولا اوحش، بس مش مفهومه للشخص الاخر. وهكذا يعني بيبتدي الشخص الدايره اللي حوالين الشخص تاخد دور المعالج وتدعمه، وبيبقى بيقسم زي الحزن ده معاهم فبيقل عنده شويه. طيب خليني أنا طبعا بنتكلم عن يعني الموت تحديدا، رغم إنه الحلقة عن الفقدان طبعا بشكل عام. أحيانا الشخص اللي بيكون اتعرض لفقدان أيا كان نوع الفقدان بيبدأ يرمي باللوم ومع شعوره بالذنب بالتوازي. يعني مثلا لا قدر الله حد توفى في حادثة وهو كان مكلمه في التليفون مثلا وقال له ما تروحش المكان الفلاني، وهو لما راح المكان الفلاني عمل الحادثة دي ومات. فشعور اللوم اللي هو بيلوم الشخص اللي توفى، وشعور بالذنب ان ازاي ما منعتوش وقدرت امنعه بالعافية ان هو يروح مثلا المشوار ده. الصراع ما بين اللوم والإحساس بالذنب البني آدم ممكن يعني يروح لحد فين بيه. يعني هل الشخص ده ممكن يبقى بعد فترة مريض؟ طبعا، لانه ده بيسبب له شعور الذنب ده او الندم من اوحش المشاعر على الاطلاق يعني. لانه عارفه ان لو تفتح عمل الشيطان اصلا فهو بيفضل يقول صح. لو كنت فكلمه لو دي بتخلي انه الشخص طول الوقت ده كان في سيناريو تاني وانا ما عملتوش او الشخص ما عملوش، فيفضل وبعدين احنا مشاعرنا بتفتح يعني كأننا فتحنا ملف كده من نفس النوع، فيبتدي يفتكر كل المواقف التانية اللي هو مثلا ممكن يكون غلط فيها وحصل حاجات تانية وحشة، مش لازم حد حصل له حاجة، بس انه فقد بقى اي حاجة تانية فانه هو بقى غلطان فيقعد يلوم نفسه، فاللوم ده يعمل له قلق وتوتر، فممكن بعد شوية يبقى عنده اضطراب القلق
لانه قاعد بقى خايف على ابنه التاني او بنته التانية او الشخص، يعني ايا كان بقى هو ده مين، بيبتدي خلاص يركز مع حد تاني ويبقى قلقان تجاهه. فيبقى وشعور القلق ده لما يعني خلاص نفضل حاسين بيه، الشخص بيبقى من سماته انه شخص قلقان ومتوتر طول الوقت. بيبقى شكله ايه بقى يا دكتور؟ يعني بيعمل ايه؟ برضو مهم جدا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. طب يعني دي الإيمان بالقضاء والقدر طبعا يكون الحلقة طبعا فيها جزء كبير له علاقة بالدين الحقيقة. يعني وإن إحنا يعني ما نقدرش نسيطر على العالم الخارجي اللي حوالينا، ما نقدرش نسيطر عليه، ما نقدرش نسيطر على الأحداث اللي بتحصل لنا، لكن إحنا نقدر نسيطر على رد فعلنا إحنا على الأحداث اللي بتحصل حوالينا. كنا بتكلم أنا وحضرتك قبل الحلقة، ويمكن دردشنا كده شوية في حاجات كتير، وقلتلك إنه هل ممكن فقدان شخص، فقدان هنا يعني رحيله دي اللي هي سافر، كان بيحبني ومشي، أو كانت بتحبني ومشيت، اتجوز أو اتجوزت، أحيانا بيبقى مؤلم أكتر من الموت؟ طبعا لانه الموت طبعا. انت قلتي طبعا. طبعا لانه الموت حاسم، ما فيهوش يعني ما فيهوش رجوع. فساعات يعني في حسب الشخص ده فقده، ممكن الناس بتفقد الناس هي اللي قررت يعني تنهي العلاقة دي مثلا خلاص. فهو لو هي اللي قررت أو هو اللي قرر بيبقى متقبل، بس لو اتفرض عليه القرار بيبقى رافض، فيبتدي يحس إنه إيه، وبيبقى ساعات ناقم. يعني أحيانا في بعض الناس عندها يعني اللي هو يعني عندهم شعور بالانتقام تجاه الشخص ده، إنه عايزين يحصل له أي حاجة وحشة. فلو هو مش موجود خالص يقولك ساعات يفسروها ده ذنبي، ساعات يقولك ده ذنبي. وساعات يجي لهم شعور بانه لا رحمه، انه هو ايه، لا ده كان كويس وانا يعني يسامحوهم. بس في الاخر بيتقبلوا بشكل احسن بكتير انه الشخص ما بقاش فيه فكره انه يرجع. وبعدين ساعات بيبقى الاكبر من كل ده انه ربنا يعني اللي ربنا هو اللي عايز كده فخلاص لازم نتقبل. يعني فبيبقى واحساسك انه ساعات انه حد مش موجود انه خلاص ربنا عايز كده، لكن حد مشي لا هو اللي عايز. هو الشيء الغريب انه الامل المفروض امل، ولكن في الكيس دي الامل بيتعب طبعا. صح كده؟ لانه طول الوقت انا في ناس ما بتتقبلش فكره انها تبقى مرفوضه او انها الترك. فبيفضلوا طول الوقت يعني يكافحوا من اجل اعاده العلاقه دي تاني. فده متعب وبيخليهم حياتهم تتوقف، لانه هو مش شايف اي حاجه تاني، هو لا انا عايز ارجع الحاجه دي. فده ممكن ياخد من الناس سنين، يعني بياخد ناس سنين ومجهود، وفي النص بيفقدوا حاجات تانية كتير بقى، وهم لسه بيدوروا على حاجه مش موجوده ومش هترجع. بس احساسهم بيبقوا دول ساعات في الحته بتاعت الانكار، لسه هو مش قادر يستوعب ان ده مشي خلاص ومش راجع تاني. عارفه زي من أسوأ الأمثلة بحاجة زي كده، لما حد يختفي والناس في الحروب والأشياء اللي زي كده، والناس اللي مش عارفة هل هو مات ولا هو مفقود ولا هو هيرجع ولا مش هيرجع. لما بيعرفوا إنه مات بيرتاحوا. صح بيرتاحوا خلاص هو مات، غير ما يبقوا مش عارفين هو راجع مش راجع، هو تايه، هو فين. فدي أكتر حاجة تقرب الفكرة يعني. طيب كتمان المشاعر، يعني حضرتك اتكلمت، يعني يمكن قلت شوية حاجات كده يعني قبل ما أقول لك سؤالي ده، وقلت إنه الأحسن إنه إحنا نسيب الشخص يعبر عن مشاعره. لحد فين؟ يعني هي كل حاجة ليها ليميت، يعني زي ما الدكتورة شيرين كانت بتقول، يعني الطبيعي حدود من 10 أيام لغاية 30 يوم مثلا الواحد يحزن. بعد كده المفروض الواحد يبدأ تستمر الحياة. أكتر من كده ممكن يدخل الواحد في طب ولو كتم خالص بقى، كتم مشاعره خالص؟ لا غلط طبعا، غلط. المشاعر يعني هو هيكتمها لكن هي موجودة، فهيعبر عنها أو هتطلع المشاعر، هتطلع لكن ممكن تطلع متأخرة بعد كده وتبقى موجعة جدا جدا. طيب ممكن نسيب الحاجات اللي زي دي للوقت؟
بُصّي، هو يعني طبعًا بنسيب الحاجات بس بعد ما نكون اتصالحنا معاها. يعني لو أنا جالي حد هو عنده كبت لمشاعره، لإن ده ميكانيزم دفاع الشخص بيستخدمه على مستوى لا شعوري، إنه يكبت مشاعره. فمشاعره دي بتروح للا شعور، فطول الوقت هي عايزة ترجع الشعور تاني، بس مش عارفة ترجع لإنه الشخص مش قادر يواجه الموقف. طب إيه اللي بيحصل؟ يبتدي ييجي له حاجة اسمها psychosomatic أو أمراض نَفْس جسمية. يبتدي بقى ييجي له أوجاع وييجي له حاجات ويروح للدكاترة يقولوا له قولون عصبي، ييجي له أمراض مناعية، والناس مش عارفة هو ما عندوش حاجة، لكن هو كابت ما عيطش مثلًا على الشخص ده اللي فقده. يعني فحصل له كبت الميكانيزم بتاع أو ميكانيزمات الدفاع في المطلق وظيفتها تقليل التوتر، وإن أنا أعرف يعني أعيش حياتي بطريقة ما فيهاش ضغوط. ففي ناس بتكبت المشاعر، وفي ناس بتعمل حاجة أوحش، تعمل حاجة اسمها reaction formation أو تكوين عكسي، إنها تقعد تضحك وتقول لِك عادي وما فيش حاجة وأنا كويسة وأنا و و وإك و و ولذاذة زيادة بقى. يعني تلاقي الناس مثلًا اللي هو الناس مستغربة هم يقولوا لك إيه ده هو اتجنن والّا إيه؟ لإنه بيضحكوا وكأن ما فيش أي حاجة حصلت. فده التكوين العكسي ده أنا مش عايزة أورّي الناس إن أنا زعلان مش قادر يعني أعبّر، فباعمل حاجة عكس اللي جوايا خالص. فده ساعات الميكانيزم ده بيبقى مفيد في بعض الأشياء بس مش الفقد. في حاجات إنه مثلًا ما أعملش مشاكل لو أنا في شغل وأنا المفروض أرُد دلوقتي على مديري اللي زعّق مثلًا، فأنا ابتسمت في وشه، أنا مش عايزة أبتسم بس أنا ابتسمت وعدّيت الموضوع أو في العائلات، في المشاكل اللي بتيجي في البيوت. لكن لو الواحد استخدم الميكانيزم ده كتير برضه يعمل مشكلة. يعني شبه الكبت بالضبط، بيحصل حاجتين، يا إما الشخص بعد شوية بينعزل خالص وييجي له اكتئاب، يا إما بينفجر فجأة دون سابق إنذار. يعني تلاقي حد مثلًا على حاجة تافهة جدًا بكاء شديد، أو مسك حد بهدله، يعني وزعّق له مسك حاجة دغدغ الأوضة مثلًا، يعني كده. أو ينعكس في صورة زي ما الدكتورة شيرين قالت في آه، صورة أمراض جسمانية. آه، يبدأ آلام في القولون، إمم، يبدأ صداع مش عارف له سبب، أي خفقان، آلام في الضهر، إمم، آلام في يعني إمم. يبدأ ينعكس عليه التوتر ده في صورة أعراض جسمانية، ويقعد يلف على الدكاترة هنا وهنا وهنا، ويقولوا له لأ، شايفين كل حاجة عندك سليمة، ما فيش إمم. حاجة عندك، ويكون ده إمتى نعرف إن هو تعافى؟ يعني طبعًا سؤالي موجه ليك يا دكتور، إمتى نعرف أو إمتى الشخص نفسه يعرف إن هو تعافى؟ لما يرجع بقى للحياة أصل ما فيش حاجة العادية. بتتنسي، آه. أصل ما فيش حاجة بتتنسي. لا طبعًا. ما بينساش، لا، الإنسان عمره ما واحد مثلًا ما حصل إن حد عزيز عليه بالضبط. توفي ونساه، لكن بيبدأ تمشي الحياة، بيبدأ يرجع لشغله ويرجع لبيته ويرجع لحياته العادية، إمم. لكن بيبقى طبعًا متذكر، يعني في ذهنه متذكر الشيء اللي هو فقده أو الشخص العودة إلى العزيز. الحياة العادية برضه، هل آه. هي مقياس؟ ما هو ممكن يعني أرجع للحياة العادية وأنا مش نفس الشخص، يعني الناس ملاحظة راجع عليَّ. إزاي؟ بالضبط. بالتأكيد في البداية بيكون باين على الشخص طبعًا، ما نقدرش نقول الوقت هينتقل مثلًا من فترة شهر حزن وفجأة بعد شهر يرجع لحياته العادية. بيبقى بالتأكيد في تدرج، يعني بيبقى في تدرج، بيبدأ الحزن دايما يقولوا إن الحزن يبدأ دايما شديد جدا جدا، وبعد كده يخفت 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 يخفت. ومن نعم ده له علاقة بالوقت. طبعًا. طبعا، ومن نعمة ربنا على الإنسان النسيان. يعني النسيان ده كان في ناس تتساءل تقول هل النسيان ده نعمة أم نقمة؟ أحيانا النسيان ده يبقى نعمة، إن بعد فترة يبدأ الواحد خلاص مع مرور الوقت مش هينسى تماما الشخص، لكن ينسى الألم والحزن الشديد اللي كان هو عايش فيه، ويبدأ يعيش حياة. وده من نعم ربنا، لأن لو تخيلتي إن كل شيء مؤلم مر عليا في حياتي، فقدان فلان، فقدان مش عارف وظيفة كذا كذا، كل الأشياء دي ما زالت في ذاكرتي زي وقت ما حصلت، ده يبقى قمة العذاب، يبقى الواحد عايش بيتعذب. لكن من نعمة ربنا إن الحاجات دي بتخفت 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 إلى أن تنتهي. طيب إيه العلامات اللي أول ما تشوفيها في شخص تعرفي إن هو محتاج حد متخصص لازم يقعد معاه؟
علامات يعني ممكن يبقى هو شخصيًا بتلاقيه ساكت، منعزل، عارفة شارد، يعني بتقعدي مع حد تحسي إن هو عينيه يعني حيرانة كده، أو بيبان على يعني لغة الجسد بتاعته، بتلاقيه يعني ماشي مثلًا موطّي راسه تحت، والناس بتبتدي بيبقى دايمًا يقولوا له مالك، يعني لازم بيسمع كلمة مالك ده كتير. فأنا يعني ده بتشوفيها والناس بتشوفها، غير لو أنا برّه، بس لو جالي خلاص هو جالي، لكن البيئة المحيطة هي بتشوف إن الشخص مش في حالته الطبيعية، مش في حالته العادية اللي هم واخدين عليه فيها. هل في مدة يعني range كده زي ما بنقول إحنا منطقية للخروج من أزمة الفقدان؟ طبعا ده يختلف أولا من شخص إلى آخر. نمرة 2 يختلف برضه من نوع الفقد. يعني في حالة فقدان، في حالة الوفاة غالبا بيكون 30-40 يوم كافي إن الواحد يخرج منها. في الحالات الأخرى زي فقدان وظيفة أو كده، يعني المفترض إن ده أنا في رأيي إن ما يستمرش يوم يومين يعني. فقدان الأشياء المادية على دي حسب الحاجة اللي اتفقدت ده يعني. المفروض إن الشخص اللي فقد مثلا لو وظيفة وظيفة يوم أو 2، ما هو لو ما هو يا دكتور في الوضع الحالي اللي إحنا فيه ده لأ بصراحة يعني. لا أنا أقصد إن يبدأ الشخص في الحال، آه، يبدأ البحث. أيوه، أيوه. يعني أنا فقدت وظيفة، مش هاقعد بقى أندب حظي وأقعد أقول لأ هم اللي وحشين وهم اللي سيئين وأطلّع المشاكل في المكان اللي هو ما أنا مشيت منه، لأ. خلاص أنت فقدت شيء، تبدأ في الحال تجهّز نفسك وتجهّز أوراقك وتبدأ تبحث عن أماكن أخرى. وبالتأكيد يعني اللي أنا باشوفه مع ناس كتير، إن هي مسألة الانتقال من أماكن إلى أماكن بتبقى فيها خوف في البداية، لكن في الغالب أغلب الناس اللي بينتقلوا من مكان إلى مكان لما بيروحوا الأماكن الجديدة اللي هم كانوا متخوفين منها، بيندموا على الوقت اللي قضوه في الأماكن اللي قبل كده، بيقولوا يا ريتنا من زمان مشينا. لكن هو بيبقى عندهم بس التخوف من إحنا بس الانتقال. مش عايزين الناس كل واحد يتضايق شوية من شغله ياخد بعضه ويمشي، يقول لِك أنا هالاقي حاجة أحسن وهو هاندا لأ، هو يعني. ده لو حصل، لو حصل اتفرض عليك، بالضبط. صح كده؟ طيب تقبُّل النقد بقى، لإنه إحنا بما إننا بنتكلم عن جزئية الشغل دي شوية، لو افترضنا إنه في حد عنده مشكلة في شغله، ف مثلًا مديره انتقده، فبدأت المشكلة أو المشاكل مثلًا بينه وبين مديره تكبر، لإنه مش متقبّل النقد. طبعًا بغض النظر عن النتايج بعد كده هو هياخد بعضه ويمشي ويسيب مثلًا الشركة أو الوظيفة. هل كل الناس بتتقبّل النقد ب ب يعني سواسية أو بشكل متساوي؟ لا طبعا شخصية، حسب شخصية الإنسان يختلف من شخص لآخر. بس هو بيني وبينك هو آه أنا أصل أنا دايمًا السؤال ده يا آه دكتور، هو في حد أصلًا بيحب النقد؟ لا ما لا لا فيش، لا، ما حدش يحب النقد ده. صح؟ ما فيش آه خالص. والمفروض حتى لما يكون في نقد، يعني زي في مثل يقول لك النصيحة على الملأ فضيحة. إمم. يعني ما اجيش انا قدام الموظفين كلهم قدام الناس واقعد اقول له انت عملت وانت عملت انا مش كده، مش عايز انصحه ولا عايز اعدل سلوكه، انا كده عايز باضايقه بضايقه وعايز افضحه قدام الناس يعني لازم برضو النقد يكون له اصول. يعني اذا انا بنتقد بصوره يعني علميه وفعليه، يعني انا عشان اصلح يعني التصليح، ممكن اخذ الموظف ده اقعد معاه في مكان واقعد افهمه بالراحه واشرح له، لكن ما اجيش قدام الناس. بالتاكيد اي واحد حتى لو هو غلطان واتقال له قدام الناس كلها لازم هيدافع عن نفسه، لان الانسان طبيعه البني ادم مش هيقبل. أصله اه يعني ساعات كده الواحد بيسمع كلام ساذج أوي، يعني مثلًا يقول لك إيه أنت مش متقبّل، أيوه ما أنا مش متقبّل النقد، أيوه يا بابا ما هو طبيعي إن أنا ما اتقبّلش النقد أصلًا، يعني وكأنها سُبّة أو عيب في شخصك إنك مش متقبّل النقد، حضرتك قُلت إن ده طبيعي، صح كده؟ اه طبيعي والاسلوب لان اغلب الناس لما بتنتقد، انا في بُص، هو تصوري حتى يعني. الأسلوب، يعني اه خلّينا هاروح معاك ل يعني أعلى درجات السلام النفسي، فيعني الكلام عن إنه يعني لو جِبت كمانجا وانتقدت حضرتِك برضه هتتضايقي،
بُصّي، ما هو أحيانًا الشخص فعلًا بيبقى بيعمل أشياء يعني غلط، ما فيش حاجة اللي حواليه يقدروا يعملوها غير غير إن هم إنه ينتقدوه. ينتقدوه، بس النقد بنقول إن هو الطريقة بس. يعني أنا ممكن أقول لِك الحاجة بطريقة فتبقي حاسة إن أنا خايفة عليكِ وعايزاكِ تبقي في يعني أحسن صورة وأحسن وضع وكل حاجة، وفي نقد يحسسِك إن أنا بأمرِك. اللي هو أنتِ آه. ما عملتيش كده ليه، ولازم تعمليه كده. فالطريقة بتفرق، وبس باخلّي بالي إنه يعني هو ممكن ما يبقاش يعني ما فسّروش نقد. يعني أنا قد أكون باتدرّب في مكان ولسه ما عنديش خبرة، فالناس اللي أكبر منّي أو الأقدم بيقولوا لي مثلًا ده بيتعمل كده، ده بيلفتوا نظري. خلّينا نقول إن هو لَفْت نظر، ما إمم. هواش نقد على قد ما هو يعني، لإن الكلمة بتحسّسِك إنه أنا في حاجة وحشة. فالكلمة مع تفسير معنى الكلمة بيخلّيني يا إما أقبل أو أرفض. يعني وكمان دكتور أحمد قال الحاجة يعني بصراحة يعني آه. المثل ده يعني أنا باحبه جدًا، اللي هو النصيحة في العالم فضيحة. صح، النصيحة على صح، الملأ صح كده؟ فضيحة. صح، لإنه بتفرق برضه. صح، صح يعني لمّا طبعًا، بانصحك في التليفون بيني صح، وبينك غير لمّا بانصحك قدّام صح، ناس كتير. طيب صح. إحنا خلّصنا كلامنا عند النصيحة، فإحنا عايزين نصيحة. يعني طبعًا كالعادة بننتظر آخر الحلقة نصايح من حضراتكم. إمم. الفقدان يعني أزمة ما فيش مخلوق ما مرّش بيها، وده مش مرض طبعًا، إحنا بنتكلّم عن وضْع، مش مرض إنما هو وضع أو حالة. نصيحة حضرتك للشخص اللي فقد حد عزيز عليه، طبعًا يعني الموت هو اللي الناس بتشوفه أصعب، أو حد عزيز عليه برضه رحل وسابه. إمم. إنه الواحد يبقى يؤمن بإن الفقد ده سُنّة من سُنن الحياة. يعني بالنسبة لشخص عزيز عليه إن ده سُنّة من سُنن الحياة، وإن ما فيش شيء دائم أبدًا. ما فيش لا ملوك داموا ولا أثرياء ولا أنبياء ما فيش شيء دائم، وإن الفقد ده سُنّة من سُنن الحياة. أمّا بالنسبة للناس اللي يكون مثلًا فقد وظيفة أو كده، لأ لازم الواحد يؤمن بإن التغيير في الغالب بيكون أفضل، وإن إنه يكون بس مجرد خوف من التغيير، لكن في الغالب التغيير بيكون أفضل. دكتورة شيرين؟ هاخد من كلام دكتور أحمد إنه التغيير هو بيخوّف. فالتغيير ده ده لو إحنا كوظيفة. لأ في التغيير في المطلق إن أنا كنت عايشة مع حد وما بقاش آه. موجود، فأنا حياتي اتغيّرت، فأنا باخاف من إيه؟ باخاف من المجهول. يعني إيه اللي بيخلّيني مرعوبة إن أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل. لإن كُلّنا أنتِ حضرتك لو دلوقتي الدنيا ضلِّمت هتلاقينا مع إن إحنا شايفين كل حاجة، بس مش عارفين اللي يعني توتّرنا كده. فإن إحنا نبقى دايمًا عندنا حُسن ظَن بالله إنه ربنا بيعمل لنا أحسن سيناريو. وإحنا بس بنبقى شايفين اللي هو لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. إمم. فلمّا نآمن 100% ويبقى عندنا يعني يقين في الله إنه بيعمل لنا أحسن حاجة في الوقت ده، خلاص أنا باسلِّم، عارفة التسليم الكامل. وإن إحنا نبقى عارفين إن التغيير ده هو الشيء الوحيد الثابت. يعني كل حاجة زي ما الدكتور قال ما فيش حاجة بتفضل، لكن التغيير هو الحاجة الوحيدة اللي هي ثابتة. إنه طول الوقت بنتغيّر، طول الوقت حاجات بتنقص وحاجات بتيجي، ناس بتبقى بتمشي وناس بتيجي، ووظايف، كل حاجة. طيب طبعًا للأسف الحلقة خلصت كالعادة، يعني أسعدتمونا بكلام حضراتكم، ويمكن الحلقة دي على المستوى الشخصي أنا حبيتها جدًا لإنه بتمس كل الناس زي ما قُلت لحضراتكم، وما بنتكلمش عن مرضى، إحنا بنتكلم عن أوضاع أو حالات. وطبعًا كالعادة في آخر كل حلقة باوجّه بقى كلامي للجمهور. بودكاست كالما توكس على منصاته المختلفة في فيسبوك وتيك توك وإنستجرام. قولوا لنا على مواقف فقدتوا فيها ناس أو شيء واتعلمتوا من الموقف ده حاجات يعني كتير، سواء كان أشخاص فقدتوهم أو حاجة فقدتها. نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من كالما توكس.